كل عيلة وفيها دكتور بيحل كل المشاكل، واحنا النهاردة معاكم في دكتور العيلة هنحل كل مشاكلكم. النهاردة مشكلتنا مشاكل الصيف بالنسبة لنا يعني البحر، يعني البول، يعني أفراح كتير، يعني صبغة كتير، يعني الشعر بيتقطع، يعني الشعر جاف، يعني الشعر مقصف، يعني شعري هايش قد كده. طيب أقدر أستخدم إيه عشان يحاول يساعد معايا إن أنا أقلل الهيشان وتقصف الشعر؟ عندي مجموعة الألوكيتا، الكونديشنر والهير ماسك. بالنسبة للكونديشنر ده بيطري الشعر، بيعمل ترطيب هايل، بيهدي الهيشان جدا، بيفرد الشعراية. ده ليه؟ لأن هو فيه البروتينات كتيرة اللي بنفقدها مع الشمس والحرارة والهير تريتمنت والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت في مجموعة من الزيوت الطبيعية هايلة زي الجوجوبا اويل وجوز الهند واللافندر وكل انواع الزيوت اللي محتاجاها الشعر علشان الشعراية تطرى. بستخدمه ازاي؟ طريقة استخدامه ان انا بحطه بعد غسيل الشعر، احطه لمدة دقايق بسيطة وبعد كده اشطفه، وممكن استخدمه كل ما اغسل شعري بالشامبو. طيب هنتكلم بقى عن الألوكيتا هير ماسك. الألوكيتا هير ماسك ده هو بيطري طبعا الشعر اكتر، وبيبقى شعري محتاج حاجة تخليني الهيشان اقل، بقدر استخدمه من مرة لمرتين في الاسبوع. ليه بقى؟ لان هو فيه اوميجا 3 هايل بيطري الشعر وبيفيده جدا. طيب والميزة فيه كمان ان هو مش بس كده، هو فيه كمان الكافيين اللي بيساعد على نمو الشعر وكمان بيقلل التساقط، فبالتالي هو حاجة علاجية مهمة جدا جدا لشعر. وفي ناس بتسألني أستخدم الألوكيتا الهير ماسك ولا الكونديشنر؟ الإجابة هي حسب درجة تلف الشعر. يعني مثلا لو أنا عندي الشعراية ناشفة ومقصفة فأنا ممكن أستخدم الألوكيتا كونديشنر. طيب لو أنا عندي مع تلف الشعر وإجهاد الشعر عندي تساقط للشعر، يبقى بالتالي هيكون الأنسب ليها الهير ماسك. أنا دكتورة دلال مسعد، استشاري أمراض الجلدية والتجميل، دكتور العيلة.